واحد البئر بمنطقة الغرب دوار حسين، عندي العنوان، عندي المعلومات كاملين الإخوان، وخرج منه سائل نفط بترول، سميه كيف ما بغيتي، ريحة الغازوال عاطية، قابل للاشتعال. الناس ديال المنطقة حاضرين، داروا في تراكتور وديمارة، داروا في الموتور وديمارة، حرك الموتور واحد المدة وسكت عاوتاني من بعد. هذه معلومه هي باش غنوضحوا للناس اللي كيدويو بزاف، لان كاين بعض الناس كيعلقوا بزاف وكيضخموا الامور. هذه الواقعه الاخوان واقعه حقيقيه، والبئر راه كاين وراه حضرات السلطه وراهم سدوه. نفس هذه الواقعه عاوتاني راه المتتبعين ديالنا راه عارفين هادشي، اللي متبعين راه عارفين. نفس هذه الواقعه وقعت لنا عاوتاني في تارودانت، كنا حفرنا واحد البئر لحقنا 120 متر وطلع الماء بوحدو ومكشكش، مياه غازيه، وجات السلطه عاوتاني وسدوه. غير هذا البئر هذا اللي تحفر في تارودانت من بعد للامانه خرجت التحليلات ديال دوك المياه الغازيه، خرجت غير صالحه للشرب، فهمتوني. ثانيا بخصوص هذا البئر، المعلومات اللي عندي على هذه الواقعه راه هي هذه اللي نشرت لكم، واقعه حقيقيه، والبئر راه كاين في اي مكان. يعني الاخوان اللي الحاجه اللي كنقول لكم انا باش تقول بانه تضخموا الامور، تقولوا لا ما يمكنش، هادشي كنقول لكم راه صحيح وراه وقع. سميها انت حيت كنشوف بعض التعاليق يعني قمه ديال التمركين. واحد قال لي راه واقيلا خرجتي في الواد الحار، واحد قال لي راه واقيلا خرجتي في الانبوب غادي للجزائر. كل واحد اش كيقول. يعني الاخوان هادشي يعني، ولا الكلفه ديال الاستخراج ولا داكشي انا ما كنفهمش فيه، انا ما عارفوش، انا غير واقعه شاركتها معاكم. يعني واش كاين حقل نفطي، واش كاين عرق، واش سيتيرنا واش مطفيه، واش الله اعلم، الله اعلم، الله اعلم. داكشي انا ما نقدرش نحكم فيه وما نقدرش ندوي فيه حيت ما عارفوش. هذا الاخوان فقط توضيح. والناس اللي كما العاده من السابق ولحد الان كيسبونا او لا، قولوا اللي بغيتوا، الحمد لله راه كل واحد غيخلصوا الله، واي حاجه انسان قالها او لا كتبها راه كيتحمل المسؤوليه ديالو، المسؤوليه ديالها امام الله سبحانه وتعالى ثم امام الشعب المغربي. صافي الاخوان، يلا تحياتي وسامحونا الله يكرمكم. عاوتاني يبقاو في شي واحد تيقول لك اخويا راه هذه الهاء، راه كذبت. علاش شنو غنلهيك انايا؟ عمرني انا نلهيتك في شي حاجه؟ ديما كندوي معاك في المواضيع اللي كتهم الشعب المغربي، والحمد لله الناس شاهدين علينا منذ البدايه الى الان. اي كلمه كنقولوها حبا في الوطن المغربي وفي الشعب المغربي، في ملك البلاد، من اجل الازدهار، من اجل المغرب يسير بسرعه واحده وليس سرعتين. تحياتي لكم واحبكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله.